أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الفداء مر سلطان بأن حريقا اندلع صباح اليوم الجمعة حوالي الساعة 6 صباحا بفضاء بكار المتواجد قبالة المحطة الطرقية ولاد زيان، والذي يعرف تواجد عدد من المهاجرين الغير قانونيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فور إشعارها بالحادث إلى عين المكان قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث تم إخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية باستثناء إصابة مهاجر واحد بإصابات خفيفة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد بوافي لتلقي العلاجات الضرورية. تدخلات السلطات والمصالح المعنية انصبت على تقديم المساعدة وإغاثة المهاجرين وإجلائهم عن مكان الحريق، فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.